اللي جاي النهارده يتفرج على تحليل ماتش الاهلي مع انبي، احب اقول لك ان انا مش هحلله ولا نتكلم عنه، احنا هنتكلم على ماتش وادي دجله وكهرباء اسماعيليه. ليه بقى؟ عشان الماتش ده من اهم الماتشات اللي في الدوري. ليه برضو؟ عشان انت مش صارف نص الفلوس، نص ايه؟ انت مش صارف خمس الفلوس اللي مصروفه في فرقه النادي الاهلي بس، وكسبان 4-1. يعني بعيدا عن بقى الماتش ده، نخش بقى في الماتش بتاعنا. ماتش 90 دقيقة قعدنا نتكلم ان خوسيه ريبيرو بيعتمد على الاحصائيات وعدم مغول المراكز في اللي مش. طب ودلوقتي عماد النحاس واقف بره، هو مش هنشيل عماد النحاس، بس نتكلم على اللعيبة. ايه اللي عمله محمود حسن تريزيجيه من ساعة ما جه الاهلي، او في الماتش ده بالذات من اول ما نزل يخليه يكمل 90 دقيقة في الملعب من غير اصلا ما يقدم اي حاجة. بن شرقي باك شمال، قفشه، امام عاشور. في فتره من الفترات الاهلي لعب قفشه، امام عاشور، ما فيش غير مروان عطيه بس اللي ورا. نكمل قدام جراديشار، بن شرقي، تريزيجيه، طاهر محمد طاهر. 7 لعيبه جوه، ما حد عارف يعمل حاجه. الاهلي مش عارف يوصل لحاجه. نيجي نبص بقى على التاكتكس اللي عمله كابتن عماد النحاس في الملعب النهارده. الاهلي يا جماعه مش مع عماد النحاس بس، لا ده مع خوسيه ريبيرو وعماد النحاس. دي تقريبا أسوأ بداية موسم أنا شفتها للأهلي من ساعة ما بدأت أتكلم، مش هتكلم على الكورة، من ساعة ما بدأت أتفرج على الكورة. عشان أنا مش بتكلم أصلا من كتير، بس سوء إدارة اللعيبة، أوضة اللبس اللي عمالين يتكلموا. يعني أنا مش فاهم، أنا لو حطيت نفسي مكان اللعيب وجي كابتن محمود الخطيب بيتكلم معايا والمشاكل اللي دايرة إن كابتن محمود الخطيب مش هيترشح تاني، والأعضاء والنجوم بتاعه بيضغطوا على محمود الخطيب إن هو يترشح تاني، كل ده وعمل اجتماع للعيبة ويا جماعة انتوا لازم تركزوا، الجمهور له حق عليكم، كلكم نجوم، الأسماء مش هتعمل حاجة. وتنزل الملعب النهاردة أنت مش شايف، لا لعيبه شايفه ولا اسماء شايفه. امام عاشور نازل خبط تخبطتين محدش فاهم حاجه. بن شرقي بدا يحاول وبدا يفوق، فجاه لقيت بن شرقي هو واقف باك شمال اصلا وبدا يزيد. مفيش تنظيم، مفيش لعب. فخلصت الموضوع بصراحه. انت لو مش قادر تشيل تيشيرت الاهلي وتقيل عليك ايا كان الاسم اللي موجود، اذا كان تريزيجيه نجم الدوري الانجليزي اللي عمالين نحفل بيه، او بن شرقي، او زيزو، او امام عاشور، او ايا كان اللعيب، انت مش محترم مكانك ومش قاتل في مركزك، انت مش معانا. بس هو مش هنقول اكتر من كده. موسم تقريبا هيبقى صفري للنادي الاهلي، مفيش اي ملامح لاي حاجه غير بقى لو جابوا مدير فني فعلا